الشخص العاقل بيحترم الحيرة وهو داخل على قرار كبير. كون داخل على قرار كبير ليه علاقة بشغلك، جوانب حياتك الأساسية، شغلك، علاقاتك، جواز مثلا، حاجة ليها علاقة بتغيير نمط حياة عشان تقرب أكتر لربنا سبحانه وتعالى. القرارات الكبيرة اللي في حياتك دي الطبيعي إنك تبقى محتار. انت مش بتفكر ما بين لونين قميصين تخرج بايه النهارده، فالمفروض الموضوع ما ياخدش منك 5 6 دقايق. طب بتتكلم على قرار ممكن يبقى فيه ندم في المستقبل، يبقى فيه تكاليف في المستقبل، يبقى فيه عشرة في المستقبل، وبالتالي احترم الحيرة دي. وبالمناسبة الحيرة هو وقت من أوقات النمو عند البني آدم. يقعد يفكر، يقارن بين البدائل، يقرأ عشان يتعلم، يستشير حد عنده خبرة، يقعد مع نفسه كتير في خلوة عشان يقعد يتخيل عواقب أفعاله. ده نمو كبير جدا للبني آدم. فلو حيران خد وقتك في الحيرة، حط لنفسك ديدلاين، يعني وقت معين علشان تحسم قرارك، عشان ما تفوتكش الفرصة اللي قدامك. ولو سمحت حط عقل على عقلك واستشير حد عنده خبرة بتثق فيه وتطمن لرأيه. وربنا معاك ويهديك. وما تنساش صلاة الاستخارة وطلب المدد من ربنا يرشدك لما فيه صلاح حالك وما يحب ويرضى سبحانه وتعالى.